السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم فيديو جديد من قناتي دلع كرشك مع مطبخ ميدو ميزو. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا وسهلة جدا، يعني مفيش اسهل ولا اجمل من كده. ناس كتير بتستصعبها وطبعا كلنا بنحبها، وهي الفطير المشلتت الفلاحي. هنعمله كده مع بعض النهاردة بأبسط طريقة وطريقة فرد وتوريق، يعني مفيش اسهل ولا اجمل من كده. تعالوا كده اما نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي كيلو دقيق، عليه رشه ملح ورشه سكر، وببتدي احط شويه ميه. هو بيتعجن بميه بس، مفيش اي حاجه تاني. ببتدي كده اعجن فيه كويس جدا، ويعني على حسب نوع الدقيق لما بيحتاج الميه. العجينة بتاعتي ما بتكونش ناشفة ولا قاسية، هي بتكون يعني وسط أو لينة إلى حد ما بتكونش يعني طرية، ما بتلزقش في الإيد. وعلشان الفطير يكون ناجح معاكي لازم تعجني فيها كويس جدا لحد ما تنعم وتلم معاكي، يعني تقريبا كده ربع ساعة تعجني فيها. وكمان الفرن يكون متسخن ويكون ارتاح معاكي وقت كافي علشان يتفرد كويس والتوريقة بتاعته تطلع مظبوطة وما يكونش ناشف معاكي. بعد كده قطعته كور زي ما انتوا شايفين، وبجيب صينية او اي حاجة تاخد كمية الكور اللي انا عملتها. الكورة بتكون يعني قد يعني اكبر من الليمونة كده او البيضة. ببتدي احط زيت واحطها كده في الصينية واقلبها في الزيت، واغطيها باي حاجة يعني كيس بلاستيك او اي حاجة علشان ما تنشفش وتعمل معايا قشرة. وبعد ما ترتاح، يعني انا تقريبا بسيبها ساعة ترتاح، وكل ما سبتيها ترتاح كل ما بتديكي نتيجة افضل وتوريقة افضل. ويكون بيتفرد معاكي بكل سهولة. ببتدي كده اخد كورة كورة وافردها زي ما انتوا شايفين، وبحط ما بين كل طبقة والتانية او على كل كورة بفردها انا ببقى محضرة جنبي زيت وزبدة افرد عليهم. دي زبدة فلاحي، يعني ما بتكونش لسه متسيحة، بتكون بدرجة حرارة المطبخ. بخلطها كده مع شوية زيت وابتدي افرد الكور بتاعتي واحدة واحدة لحد ما اخلص كل الكور والطبقات بتاعتي. ببتدي كده المها واطبقها كده، يعني ادخل الاطراف كلها مع بعض كده من تحت، واحط عليها برضو من فوق كده واسيبها ترتاح. انا هنا نقلتها في صينيه اكبر علشان انا كده سبتها ترتاح مرتين. وطبعا الفرن متسخن معايا كويس جدا. بحطها تحت، ما بحطهاش في النص عشان ما تنشفش مني. بحطها تحت، اول ما بتبتدي تاخد اللون الذهبي الجميل كده معايا، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي اشغل عليها الشواية من فوق. بيطلع في منتهى الجمال. لازم الفرن يكون سخن درجة حرارة عالية علشان ما الفطير ما ينشفش معاكي. طبعا الطريقة دي مفيش اسهل ولا اجمل منها وسريعة جدا. لازم الفطير يرتاح معاكي مرتين، مرة بعد العجن ومرة بعد الفرد وان انتي تخلصيها. بصوا، وكمان لما يطلع من الفرن لازم تغطيه شوية عشان يبتدي يطرى معاكي. ان شاء الله كده الوصفة تعجبكم وتجربوه. بصوا انا بوريكم التوريقة بتاعته، طالع طعمه وريحته اللهم بارك حلو جدا. يعني انتوا لو جربتوه بالطريقة دي هتعملوه في البيت باستمرار. شايفين ما شاء الله، تاكلوه بقى جنب جبنة جنب عسل وقشطة، يعني مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بصوا، ولونه من تحت ولونه من فوق في منتهى الجمال. انا هنا قطعته عشان اقدمه واوريكم التوريقة بتاعته وقد ايه هو طري ومش ناشف، يعني الحرف بتاعه جميل.